الدقائق الأخيرة من الحلقة غادي نشوفوا فيها تفاصيل شخصية. واش بصح شفتي محمد الخامس في القمر؟ طبعا ما كانش يمكن لي ما نشوفوش الا كانوا يتهموني بالحمق. يعني هذوك العشرات الناس والجيران ديالنا اللي في السطح تيقولوا ها هو راجل لابيتو راه القب ديالو راه شفتيه راه تيتبسم لا راه سميتو مغوبش راه يعني ما كانش يمكن لي هذاك في السن ديالي عندي 7 سنين ما كانش يمكن لي نقول لهم لا راه ما شفتوش الا يقولوا هذا حمق هذا. من؟ حق رشيد، تفضل يا حق رشيد. مرحبا. تفضل سؤالك. مبروك، رمضان مبروك على الجميع. بارك الله فيك يا سيدي. مرحبا يا أخي. بارك الله فيك. شو سؤالك؟ عندي تنبيه ولكم الشكر الجزيل بأن الحسن الثاني رحمه الله فوق كل اعتبار وفوق كل سؤال وتساؤل. إن الحسن الثاني على ما أقول قول جدير أنه لو بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان من الأنبياء، فله حكمة عالية وله مواثيق رمزية غير متنافية، غنية عن السؤال وغنية عن الأسئلة. ليس أحد من البشر، هل توافق على هذا؟ هو يقول أن الحسن الثاني فوق أي سؤال وفوق أي اعتبار، ولو بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم لكان من الأنبياء. هل يصح أن يقال الكلام في بشر بهذه الطريقة؟ لا يصح أن يقال هذا الكلام في أي بشر.